وكلشي معصب وكلشي كان كيقول هذا الماتش كان سكريبتد، ولكن واش عارفين بان الارقام كتقول شي حاجه مختلفه تماما، والارقام ما كتكذبش. معكم ايوب، ومن اليوم البدايه ديال البرنامج ديالكم الجديد اللي كيفسر وكيحلل الاشياء بناء على الارقام والاناليز، ماشي غير الاحاسيس. ماشي اي واحد غادي في طريق مختلفه كيعني انه كاين اللي اختار طريق مختلفه ولكن كتوصل، حيت المسار اللي مشى فيه ما كيشبهش الباقيين. هذا الفيديو ماشي باش ندافع على الماتش وماشي باش نعاير شي بلاد، ولكن هذا الفيديو باش نفهموا علاش كنشوفوا في الكره وكنساو حوايج اخرين اللي هما اهم. السؤال ماشي هو شكون ربح الماتش، ولكن شكون ربح في الواقع. قبل ما نهضروا على الارقام خصنا بعدا نعرفوا العلاقه بين المغرب والسنغال كي دايره وامتى بدات وشنو الظروف اللي مرات منها وعلاش لحد الان باقا قويه. المغرب والسنغال، واش عمرك تسائلتي كيفاش جوج ديال الدول بعاد جغرافيا ولكن قريبين سياسيا بزاف؟ المغرب والسنغال ماشي علاقه بدات ببلاغ رسمي ولا اجتماع وزاري، هذه العلاقه راه بدات قبل ما يكون اصلا شي وزاره خارجيه. خلينا نرجعوا بالزمن ونشوفوا العلاقه كيفاش بدات بالترتيب. قبل ما ياخذ المغرب الاستقلال ديالو وحتى قبل ما السنغال تولي جمهوريه، كان واحد طريق العلماء، طريق الزوايا وطريق التيجانيه. طلبه من السنغال كانوا كيمشيو لفاس وكيمشيو لمراكش باش يتعلموا الدين والفقه، وهذا الشيء راه موثق في دراسات جامعيه رسميه. 15 نوفمبر 1960 هنا البدايه الرسميه. السنغال خرجت من الاستعمار، وهنا المغرب كان من اوائل الدول اللي داروا واحد الخطوه اللي بسيطه ولكن خطيره سياسيا، وهي اقامه علاقات دبلوماسيه مع السنغال. وهذا التاريخ راه معترف به في الارشيف الدبلوماسي المغربي ومنشور في الجريده الرسميه المغربيه 27 مارس 1964. من الصداقه للنظام، العلاقه ما بقاتش غير اعتراف، راه في دكار توقعات اتفاقيه تنظيم العلاقات بين المغرب والسنغال، يعني سفراء، تعاون، اطار قانوني، دبلوماسيه دخلت الخدمه. الستينات والسبعينات عهد الرجال الكبار. باش كنقولوا الرجال الكبار كنذكروا الحسن الثاني رحمه الله. في هذه المرحله ديالو مع الرئيس ليوبولد سيدار، جوج من الكبار المثقفين وجوج رجال دوله. العلاقه ولات شخصيه زائد سياسيه. السنغال كتسمي هذه المرحله مرحله تاسيس تاريخي. وصلنا للتسعينات، الحكومات تبدلات ولكن العلاقات بقات. هنا تبدلوا الرؤساء وتبدلوا الحكومات ولكن العلاقه بين المغرب والسنغال بقات مستمره. هذه الاستمراريه ديالها تم التوثيق ديالها مقالات سياسيه رسميه في عدد من المنابر المغربيه. 2001 دخول محمد السادس نصره الله وبدايه السرعه. سنه 2001 الملك محمد السادس غيدير اول زياره رسميه ليه للسنغال، ومن هنا تبدلت السرعه، ما بقاتش غير دبلوماسيه ولكن ولات تعاون اقتصادي، تكوين واستثمار، تعاون جنوب جنوب. وهذه المرحله بيان سور موثقه في وزاره الشؤون الخارجيه المغربيه. من 2001 حتى 2015 هنا ولينا كنشوفوا زيارات متكرره، الزياره الملكيه تكررت والعلاقات تعمقت. السنغال ولات رسميا شريك من شركاء المغرب الاستراتيجيين بغرب افريقيا، وهذا راه ماشي راي صحافه، هذا راه توصيف رسمي. سنوات في 2010 اي سنوات التنسيق السياسي. السنغال اعلنت اكثر من مره دعمها للوحده الترابيه للمغرب، اي دعم مبادره الحكم الذاتي، وهذه التصريحات جات ببلاغات رسميه للمشاركه. دخلنا للعشرينات. 5 ابريل 2021 غتكون واحد الخطوه اللي ثقيله بزاف. السنغال وكما كنتفكروا كاملين فتحات قنصليه عامه في مدينه الداخله، وهذا الحدث راه ما كانش عادي. افريل اللي فات عام 2025 وصلت لنا 60 عام ديال العلاقه، وفي الرباط نظمات واحد الندوه رسميه 60 سنه من العلاقات المغربيه السنغاليه. 15 يناير 2026 اللجنه المشتركه في الرباط عاوتاني انعقدت دوره 15 للجنه المختلطه المغربيه السنغاليه. اتفاقيات تعاون وتجديد الشراكه. 2026 ازمه كرويه، ولكن كما عرفنا وكما شفنا كاملين وكما شاف العالم وقع توتر رياضي في نهائي كاس افريقيا، ولكن مباشرة الحكومات بجوج خرجوا بلاغات وقالوا جملة واضحة: الرياضة لا تمس العلاقات الاستراتيجية. وهذه التصريحات راه نقلوها بزاف ديال الوكالات الدولية، يعني باختصار من زوايا الى اتفاقيات الى تعاون القنصليات الى لجان مشتركة. هذه العلاقة راه ماشي والدة طفل، زادت وتربات وكبرات بالتاريخ. وهذا الشيء كامل راه ما قالوش اليوتيوبرز ولا في باج فيسبوك، وهذا الشيء قالته الوثائق الرسمية. وهذا هو الجزء المفضل عندي، الجزء اللي ما كنهضروش فيه وما كنغنيوش فيه بزاف، الجزء اللي كنخرجوا فيه الارقام، حيت الارقام ما كتكذبش وما كتجاملش وما كتقولش اخوه تاريخيه وصافي. ارقام كتقول حاجه واحده: شنو مهم وشنو ما مهم. واليوم غادي نوريكم بالارقام علاش المغرب مهم للسنغال والسنغال مهمه للمغرب، ماشي بالشعارات ولكن بالحساب. ونسولوا هذا السؤال: علاش المغرب مهم للسنغال، السنغال مهمه للمغرب؟ واش غير مشاعر؟ طبيعه الحال لا. واش تاريخيا؟ جزئيا، ولكن الاساس الحقيقي هو الارقام. واول رقم سنه 2010 التبادل التجاري بين المغرب والسنغال كان تقريبا 98 مليون ديال الدولار، رقم عادي، علاقه محترمه ولكن محدوده. ولكن دابا شد معايا هذا الرقم، سنه 2024 نفس العلاقات، نفس البلدين، نفس الخريطه، الرقم ولا 370 مليون دولار، يعني تقريبا ضاعف 4 المرات. وهنا خاصنا نحبسوا شويه، حيت الدوله ما كتضاعفش تجارتها مع دوله اخرى الا كانت مستقره وموثوقه وقابله للشراكه
طويله الامد بيان سور ماشي صديق اليوم عدو الغد. وهنا كنوصلوا للتفاصيل الصغيره اللي كتقول الحقيقه الكبيره. السنغال صدرت للمغرب في عام 2024 44.6 مليون دولار. ولكن هنا السؤال الحقيقي، شنو هي هاد 44 مليون دولار؟ راه ماشي رقم خاوي، راه مورا كل دولار سلعه حقيقيه. المعطيات الرسميه لقاعده ان كونترا كتبين ان الصادرات السنغاليه نحو المغرب كتركز في المنتجات البحريه، اي اسماك، اخطبوط، منتجات بحريه متجمده، ومنتجات فلاحيه اوليه بحال الفستق السوداني، ومنتجات زراعيه خام، ومواد اوليه محدوده التحويل بحال الزيوت الطبيعيه وبعض مشتقات الصيد البحري. وهنا نحبسوا شويه حتى النقطه مهمه بزاف. السنغال راه ما كتصدرش للمغرب منتجات صناعيه اللي ثقيله. علاش؟ حيت طبيعه الاقتصاد ديالها مختلفه. السنغال اقتصاد بحري وفلاحي واولي، والاقتصاد ديال المغرب صناعي وتحويلي. يعني شنو؟ يعني العلاقه ماشي تنافس، العلاقه تكامل اقتصادي طبيعي. واحد كيبيع الماده الخام والاخر كيحولها، وهذا صديقي هو اخطر واذكى نوع ديال العلاقات الاقتصاديه بين جوج ديال البلدان. نطلعوا دابا شويه المستوى. التجاره شي حاجه، ولكن الاستثمار شي حاجه اخطر، لانك ملي كتستثمر كتربط فلوسك ببلاد واحده اخرى. والارقام كتقول 540 مليون استثمار مباشر للمغرب السنغال، فلوس حقيقيه، شركات، مؤسسات وحتى بنوك. يعني راه المغرب ما راهنش على السنغال غير بالخطابات، راه راهن بالشيكات، وهذا راه قرار دوله ماشي مجازفه. ودابا ندوزو لارقام اخرى مهمه. اول رقم 702 طالب مغربي كيقراو في السنغال، راه ماشي سياحه وماشي ستاج، راه قرايه ومستقبل وسنين. في المقابل 1639 طالب سنغالي كيقرا في المغرب. يعني راه ما بقاتش العلاقه بين وزارات الخارجيه والدبلوماسيه، راه دخلت المدرجات والكليات والعقول الشباب. اسمع مزيان، راه الدول اللي ما كتثقش بعضياتها ما كتبادلش الطلبه، كتبادل البلاغات. ودابا شد معايا هذا الرقم، عبر هاد السنين كامله عدد الاتفاقيات الرسميه بين المغرب والسنغال راه وصل لاكثر من 140 اتفاقيه. 140 راه هذا الرقم ما كيدارش بالصدفه ولا بالمجامله، كيدار بين الدول اللي عندها ثقه مؤسساتيه عميقه وحقيقيه. وراه كاين واحد الرقم اللي ما كيتقالش بزاف ولكن الوزن ديالو ثقيل سياسيا. 2021 السنغال فتحت القنصليه ديالها في الداخل، ماشي تصريح ماشي تدوين، قرار سيادي اداري. وفي افريقيا هاد النوع ديال القرارات قليل بزاف الدول اللي كدير، حيت بزاف ديال الدول كتبغي تبقى في المنطقه الرماديه. اما السنغال اختارت تموقع واضح. وزيد عليها حاجه اخرى، راه السنغال ما دعمتش المغرب غير مره واحده ولا في بلاغ واحد. الدعم ديالها راه ثابت في البيانات الرسميه في القمم الافريقيه وحتى في الامم المتحده، بقات في نفس الخط سنين طويله. وهذا الشيء نادر في الدبلوماسيه الافريقيه وماشي امر عادي. دابا خلينا نهضروا على الزمن. غير في يناير 2026 في دوره واحده ديال اللجنه المشتركه 17 اتفاقيه تعاون في مره واحده، وماشي اتفاقيات شكليه، اتفاقيات فيها تعليم، تكوين مهني، موانئ، فلاحه، شباب، اداره. يعني هاد جوج دول ما كيقولوش بغينا غير نتفاهموا، راه بغينا نخدموا مع بعضياتنا للامد الطويل. واش الدوله غتقدر تسني 17 اتفاقيه الا كانت شاكه الدوله الاخرى؟ ودابا نجيو للكره، ولكن بالعقل. كاس افريقيا 24 منتخب، 52 ماتش، انظار افريقيه كامله موجهه. المغرب نظم، وهذا التنظيم راه ما عطاش غير صوره زوينه، راه عطا حوايج اهم منها الثقه في هذا البلد، انه بلد منظم قادر ومستقر، وزيد عليها كيمكن لك الاعتماد عليه. وهاد الثقه راه كتحول مباشره واحد الوزن اللي سياسي. ومن بعد هاد التوتر وقعت واحد اللحظه رياضيه اللي ساخنه شفناها كاملين. شنو وقع موراها؟ واش وقفت التجاره؟ لا. واش تلغات الاتفاقيات؟ لا. واش تاجلت اللجان؟ لا، حيت الناس شافت غير الماتش ما شافتش شنو وقع موراها. النهائي ديال افريقيا كان في 18 جونفي 2026. توتر، مشاعر، نقاشات وهضره بزاف. والسؤال الطبيعي هو واش هاد الشيء غيأثر على العلاقات؟ الجواب غيجينا مور 8 ايام، 26 و 27 جونفي 2026، فين عقدت الدوره 15 للجنه المشتركه المغربيه السنغاليه، وهي اللي قلنا تم فيها توقيع 17 اتفاقيه. ودابا ركز معايا مزيان، هاد الاتفاقيات راه ما توقعاتش قبل النهائي باش نصلحوا الجو ولا شي حاجه، لا، هاد الاتفاقيات توقعات من مور الفينال. وهنا المعنى الحقيقي كيبان، حيت الدوله اللي كتغضب ما كتجلسش من مورا الغضبه بسيمانه وكتسني 17 اتفاقيه، والدوله اللي كتشك ما كتضخمش التعاون في اول فرصه رسميه. هاد الترتيب الزمني كيقول حاجه واحده، المغرب والسنغال ما كتجمعهمش علاقه عاطفيه وماشي علاقه جمهور وماشي علاقه مباراه واحده، هي علاقه مؤسسات اللي ثقيله. الكره سالات، الدول بقات، وهذا هو الفرق بين الدول اللي كتعيش باللحظه والدول اللي كتخطط بالسنين. الرياضه دازت ولكن التجاره راه بقات، والاستثمار بقى، والاتفاقيات زادت. وهذا هو اقوى دليل ان العلاقه بين المغرب والسنغال يمكنش يهزها ماتش واحد، وحتى ولو يكون نهائي قاري. يعني دابا الا جمعنا الصوره كامله، طلبه كيقراو مع بعضياتهم، اتفاقيات بالعشرات، قوانين بالمئات، قنصليه في الاقاليم الجنوبيه، ودعم سياسي ثابت، شنو كنلقاو واحد العلاقه ما كتبازاش على اللحظه وما كتهزش بماتش وما كتبدلش بالريال، علاقه مبنيه على الحسابات ماشي على الحماس. شوف، كاين واحد الدول كيديروا بطوله بحال شي عرس، كيصرفوا كل شيء في
نهار واحد، ولكن من بعد يبقاو الكراسه خاويين. مثلا جنوب افريقيا منظمات كاس العالم في 2010 صرفوا الملاير وبناو ملاعب كبار بزاف، ومن بعد البرازيل نفس الفيلم، ملاعب تقامت غاليه وغضب شعبي وما كان حتى شي استعمال واضح. من بعد ربحوا الحدث ولكن راه خسروا ما بعد الحدث. نجيو للمغرب، راه المغرب ما دارش لافكون بحال شي حفله وما بناش تيران باش يبان زوين شهر. حتى هذا الملعب اليوم غيخدم لافكون، غدا غيخدم الكوب دي مون، ومن بعد غادي يخدم البطوله الوطنيه. هاد الطريق كتخدم اليوم وغدا كتخدم السياحه وبعد غدا كيخدم الاقتصاد. يعني ماشي صرف وبدخ، هذا واحد الاستثمار اللي مقسم على الزمان. السؤال اللي كيدور عند بزاف ديال المغاربه، واش صرفنا بزاف لا ربحنا بزاف؟ الجواب شويه من هذا وشويه من هذا، ولكن خليونا نشوفوا بالارقام. في الملاعب فقط التجديد والبناء والتاهيل تقريبا ما بين 12 حتى ل 14 مليار ديال الدرهم. هذا الرقم ماشي دقيق 100% حيت جا من مجموع ديال الاشغال في الرباط، الدار البيضاء وفاس وفي مرات حتى اكادير. يعني ماشي تيران ديال شهر، هاد التيرانات غيخدموا سنين طويله لقدام. دابا السؤال اللي كيضحك شويه، واش هاد الفلوس صافي طارت؟ لا سيدي، حتى دابا حسب التصريحات ديال وزاره السياحه والصناعه، السياحه بوحدها دخلات اكثر من 120 مليار ديال الدرهم 2025. عدد السياح وصل تقريبا ل 20 مليون سائح. وزير الصناعه قال ان الافكون جاب اكثر من 1.5 مليار يورو كمداخيل مباشره. والكاف اكدت رسميا ان مداخيل المنافسه زادت ب 90% وكاينين 23 سبونسور اكثر من النسخه الماضيه. والكاف قالت لك الديجيتال فيوز راه وصلوا 6 المليار. زيد عليها النقل، الطيران، الفنادق، المطاعم، الخدمات والتشغيل المؤقت والدائم. بعض المرات هاد القطاعات كاملين راه تحركوا مره واحده، والناس اللي خدامين راه استافدوا بشكل مباشر. يعني البطوله ما خدماش غير كره، خدمات اقتصاد ديال البلاد حتى لهنا. ودابا شنو كنشوفوا حنا؟ ارقام سياحيه اللي طالعه بزاف، ثقه دوليه اللي غادا وكتكبر، والفيفا راه كتراقب. ملف 2030 راه كيقرب. يعني حتى الا كان النقاش مشروع، راه النتائج حتى دابا كتشير لجهه واحده. المغرب راه ما ربحش غير بطوله، راه ربح واحد التجربه، والتجربه اللي كبيره بزاف. هنا غير نعطيكم الفرق بين المغرب ودول اخرى. دول اخرى داروا بطوله وصرفوا بالملايير وبقاو مع مجموعه ديال الملاعب ما خدامه. المغرب قسم الصرف ديالو، هادشي الافكون، هادشي 2030، وهادشي البنيه التحتيه، وهادشي الاقتصاد اليومي. يعني ما لعبناش كل شيء في ماتش واحد، لعبناه بطوله اللي طويله. واللي زوين اننا حنا باقيين في النص، و2030 مازال ما جاتش، والمكاسب مازال ما خديناهمش، مازال ما سالاوش. يعني لحد الساعه غادي نقدروا نقولوا حاجه واحده، ربحنا اكثر من اللي خسرنا، والربح مازال جاي. وما بين دوله كتربح ماتش ودوله كتربح المسار، المغرب غادي يختار المسار. ولا كانت شي حاجه تعلمناها من الروايه الملكيه فهي الاستباقيه والتخطيط الدقيق المستقبلي. و2030 راه ماشي هي النهايه، راه هي غير البدايه.